شوف نقيدنا الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي في مودرن كوره يا باشمهندس علق على ما حدث من حسام حسن في هذا التصرف. اللي اتعمل النهارده ده جريمه في حق الرياضه وفي حق نادي الزمالك وفي حق المدربين كلهم، لان ما يصحش ابدا المدرب يبقى ده سلوكه مع المدرب المنافس بتاعه. استاذ حسن ما يصحش ابدا. وهو ده سيبي اكمل بقى. اتفضل. وهو ده اللي ولع الدنيا. الحركه دي نمره واحد هي اللي ولعت المباراه وهي اللي ولعت البلد دلوقتي. الكلام ده كلام فارغ، واللي عمل كده لازم يتحاسب. ما ينفعش. هنفضل ندلل الناس دي لغايه امتى؟ هنفضل نطبطب على الناس لغايه امتى؟ يولعوا في البلد ويولعوا في الدنيا ويولعوا في الجمهور واحنا ساكتين والناس كلها ساكته ونادي الزمالك ساكت وادارته كمان ساكته. ايه الكلام ده؟ نفس الموقف حصل في الدور الاول، لعيب من الاهلي واقع وجه منها جون. الله، حصل من النادي الاهلي او من الحكم ما شافهاش ازاي يعني؟ وما طلعتش بره. انا موافق لما لعيب يقع في اي مباراه في الدنيا حتى لو كاس عالم، الاخلاق والروح الرياضيه بتقول طلع الكوره بره. لكن طالما الحق انت كنت قائد فريقك في الوقت ده وما طلبتش منهم ان هم يطلعوا كوره بره. يا استاذ حسن اللي عايز اقوله لحضرتك انه الحكم انا ماليش دعوه يا كابتن بالحكم، تمثيل مش يعني مهم عند الحكم يعني. لا، ما هو مهم جدا انه لا الحكم مش مهم عند المدرب. نعم. هو في لعيب وقع. بص استاذ حسن، في لعيب وقع يبقى لازم يطلع بره. بص حضرتك، هو ما فيش اصابه. ما فيش اصابه، ما انا عارف. القصه مهمه يا جماعه، بس ما هو خروج اللعب. انت بتتكلم انا بتكلم في موقف قصده ما قصدوش. لا، مش حكايه اصابه مش اصابه، وقع مش وقعش، بسيطه مش بسيطه. انا عندي موقف. انت انفعلت واشعلت الملعب وولعته عشان لعيبه الاهلي ما طلعتش كوره بره. طب نشوف اللعبه اللي احنا في الاول في الدور الاول ما عملتش كده. 3-3 السنه اللي فاتت. يعني الماتش 3-3 على فكره كمان الكره دي يعني لاعب الزمالك هو اللي شايطها في وش سيد معوض، فهو شايف. النتيجه 2-2 مش عشان اللعبه دي. النتيجه 2-2 لان في فرقه كسبت وكانت متفوقه في الشوط الاول وهي الزمالك، وهذه الفرقه نفسها غابت في الشوط الثاني ولعب بطريقه 6-4-0. لم ارى في حياتي الأستاذ حسن المستكاوي منفعلا بهذا الذي يتعامل برصانة شديدة في كل الأمور وحذر شديد وينتقي كلماته بدقة بمثل هذا الوضوح والصراحة في إدانة التصرف المدير الفني للزمالك ولاعبوه، وقال أنه كاد أن يتسبب في كارثة رأتها لجنة المسابقات تستحق الإيقاف مباراة، بينما حسام عاشور الذي لا ندري حتى الآن لماذا طرد خد 3 مباريات.